أحداث مثيرة عرضها إعلان الحلقة 37 من مسلسل اليومي تل الرياح، كشف حقيقة أورهان والتعامل الوحشي من خليل اتجاه زينب بسبب الغيرة يستفز عشاق المسلسل. لمعرفة تحليلات أكثر عن الحلقة القادمة خليكم معنا. وكالعادة قبل التطرق للتفاصيل وتحليلات الحلقة 37 سنتحدث بداية عن أبرز أحداث الحلقة التي سبقتها، وهي الحلقة 36 والتي كانت بداية أحداثها من نقطة إصرار خليل على رفضه لفكرة أن تعمل زينب بوظيفة أخرى وعند أورهان، ولكن استفزاز زينب له وثباته على موقفها دفعه إلى إجبارها على القيام بعمل إضافي في مزرعته مقابل ضعف أجر أورهان الذي قدمه لها. قوة زينب وإصرارها على دعم أسرتها في وجه خليل جعله يقدم لها المبلغ المتفق عليه، وتبقى شقيقته النقطة البيضاء في تلك العائلة لأنها الوحيدة التي لا تتردد في مساعدة زينب والوقوف معها ولو على حساب أخيها، بحيث لم تتردد بولهان في معاتبة أخيها خليل على معاملته لزينب، مؤكدة أنها لا تحب أبدا ما يقوم به شقيقها. ورغم محاولات خليل إنكار ما بداخله تجاه زينب، إلا أن تصرفاته فضحت غيرته وهوسه بزينب حد طلبه أخذ هاتفها بحجة عدم الانشغال عن العمل، لكن الحقيقة هو عدم تقبل اتصالات أورهان لها. خليل الذي بدأ يكتشف أسرار أورهان وظاهر أن له يد في إفلاس عائلة زينب، وقرر أنه سيتابع الأمر بنفسه، وبخطة خبيثة من العمى جنول تدفع الخادمة جنان لملء رأس أورهان وتحريضه على خليل أنه سبب منع زينب من المغادرة للعمل، حيث ظهر التوتر والخلاف بين خليل وأورهان الذي يصر على تحدي خليل في منزله، وهو مشهد نهاية الحلقة التي تعد بتصاعد الخلاف بينهما في الحلقة المقبلة. أحداث حماس للحلقة 37، والظاهر أن القائمين على العمل تفطنوا للملل الذي تخلل الحلقات مؤخرا، فسنشهد الوجه الآخر لغيرة خليل من أورهان الذي يستفزه بزينب وأنها لها، وخليل يؤكد ملكيته بطريقة مستفزة كعادته لزينب من خلال التصريح بأن لا أحد يستطيع أخذ ما هو ملكه، متجاهلا أنه يحتجز زينب بالتهديد والإكراه. واستفز الإعلان المتابعين برد فعل خليل العنيف ضد زينب ودفعها بشكل وحشي بعد خلافه مع أورهان، والإعلان أحرق أهم حدث وهو كشف الوجه الحقيقي لأورهان والذي يستعد لإطلاق النار، فهل سيصيب خليل أم تحميه زينب بجسدها لتثبت له للمرة الألف أنها أحسن منه في التعامل؟ في الختام، هل ستكون زينب وعائلتها شاكرين لخليل لفضحه لحقيقة أورهان وإنقاذهم منه؟ وظاهر أن كواليس مسلسل تل الرياح تبقى مثيرة وممتعة أكثر من المسلسل نفسه، أين أكد المتابعون أنهم يسعدون بتسريبات الكواليس التي تظهر ضحكات طاقم المسلسل عكس العبوس والكآبة التي يعيشونها في الحلقات.